اليوم هنعمل احدث ملف قنوات لجميع الرسيفرات. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بكم في قناتكم الدش ببساطة. واول ريسيفر معانا بمعالج السان بلس، ومعانا ملف قنوات لرسيفر الجي اكس، ومعايا ملف قنوات يمشي لرسيفر ترومان السان بلس، عشان ريسيفر ترومان السان بلس ما بيقبلش اي ملف من السان بلس، فجايب لكم ملفين سان بلس وملف جي اكس. واول حاجه معانا حطينا الملف على الفلاشه ووصلنا الفلاشه بالريسيفر. بعد كده هننزل على الضبط وندوس اوكي، وهنروح على تحديث وندوس اوكي، وهنخش على اليو اس بي، وهتفتح معايا الصفحه دي، وهندوس على الفلاشه، هنختار ملف القنوات بتاعنا. انا عندي 2 ملف قنوات حديث بتاريخ شهر 7 2025، وده اول ملف. هتنزل معاك الملفين وهتحطهم على الفلاشة، وما تقلقش مش هيعمل اي حاجة، لان الملفين سان بلس، بس في واحد بيمشي على الترومان وواحد بيمشي على بقية الريسيفرات السان بلس. وهنا كده عملنا احدث ملف قنوات عربي حديث بتاريخ اليوم. ودلوقتي هنروح على ريسيفر الجي اكس وندوس منيو، ونروح على سيتنج وندوس اوكي، وهتفتح معانا القائمة دي، وهننزل على تحديث وندوس اوكي. ولو الريسيفر بتاعك مختلف عن ده، احنا عايزين نروح لليو اس بي. اذا كنت هتلاقيها بره في المنيو او هتلاقيها داخل السيتنج، المهم نوصل لليو اس بي وبعد كده ندوس اوكي. وهنخش على اليو اس بي وندوس اوكي، وهتفتح معانا الفلاشة، وهننزل نختار ملف القنوات، وده ملف القنوات اللي معانا، هندوس عليه اوكي. واهم حاجة معانا ان احنا ما نقطعش الكهرباء على الريسيفر. وكده يبقى عملنا احدث ملف قنوات عربي للريسيفر الجي اكس، وعملنا احدث ملف قنوات عربي لريسيفر السان بلس، ومنهم نوعين، السان بلس العادي والسان بلس اللي بيشتغل على الترومان. وده الترتيب معايا، القنوات مترتبة باللغة العربية وخط عريض. وهسيب لك 3 ملفات قنوات، 2 ملف قنوات سان بلس لجميع الريسيفرات السان بلس. هتنزل الملفين السان بلس على الفلاشة، واللي هيشتغل فيهم نزله على الريسيفر. والملف الثالث لجميع الريسيفرات الجي اكس، وانا كنت عامل بيه فيديو. لو عايز طريقة ازاي تنزل ملف قنوات للجي اكس، هسيب لك الفيديو في صندوق الوصف، وهسيب لك ملف القنوات برضو في صندوق الوصف. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يجيلك كل فيديوهاتي. ولو عايز اي تردد لاي ريسيفر اكتب لي في التعليقات، وما تنسوش الصلاة على النبي.